الفراخ المشويه المحشيه رز بالخلطه. تعالى اقول لك على تتبيله تحفه، ريحتها كده تجيب اخر الشارع، اللي هياكلها مش هينسى طعمها. وكمان هقول لك كده على خطوه وعلى تكه تخلي الفراخ ما تفرقعش معاكي في الفرن بعد ما تستوي. صلي بينا على النبي وتعالى ندخل على الوصفه. في طاسة كده حطيت معلقتين كده من السمنة الفلاحي، وعندي هنا كده الكبد والقوانص غسلاها ونقعة بملح وليمون وقطعتها قطع صغيرة ونزلت بيها كده على السمنة بعد ما سخنت علشان تاخد معايا صدمة ومتبقاش زفرة. حطيت عليها بصلة كبيرة كده مبشورة أو مفرومة فرم ناعم. ديت كده كوباية من الرز غسلاها، الرز البلدي العادي بتاعنا. نص بقى معلقة من القرفة كده صغيرة، وعلى نص معلقة من السبع البهارات، ونص معلقة من الفلفل الأسود، وعليهم معلقة صغيرة من الملح. وهقلب الكلام ده كده كله مع بعضه، وهديهم كده نص كوباية من المية. مكتريش المية عشان الرز ما يستويش معاكي. سيب الرز يتشرب كده نص كوباية المية، وبحط عليه قرن شطة سبايسي كده، لو حابة تضيفيه حبة، مش حابة خلاص.